الرعشة. رعشة دي أول حركة أنا ببتدي بيها على فكرة يا جماعة. أول حركة لا اتبسطت فيه بصراحة قوي. كورس 7 أسابيع 13 مرة. learn to enjoy الحاجة اللي أنا بحبها من غير ما أبقى خايفة أو مكسوفة إن أنا مش بعملها صح 100%. أو حد مكسوف مذبذب إن هو يجي يرقص، ممكن تقول لها إيه؟ أنا عايزة أروح، أنا عايزة ما أغيبش، أنا عايزة أوصل بدري. الإدارة في حياتنا مهمة جدا. تخيلوا بقى لما تبقى الإدارة ومديرة إدارة معانا. ازيك عاملة ايه؟ أخبارك ايه؟ أنا كويسة الحمد لله. الحمد لله. ممكن تعرفينا بقى عليك نفسك؟ شور. أنا نورهان المليجي Administration Manager في شركة اتصالات مصر. بقالي بشتغل في الفيلد ده 15 سنة. واو يس ما شاء الله. من 2009 تقريبا. ويعني تقريبا هو ده الفيلد ده الكارير بتاعي من يوم ما اشتغلت. اوكي ممكن تكلمينا عن طبيعة شغلك؟ اوكي ماشي. هو الفاسيليتي والادمن ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان لما بتبقى في شركة احنا محتاجين ان الشركة المبنى ده يبقى فانكشنال للموظفين. فاحنا الكاستمر بتاعنا هو الموظف. فلازم نتأكد ان التكييف شغال كويس، المكاتب سليمة مثلا، الهاوس كيبينج are doing their job، في عندنا ورق برينتر، كل التفاصيل اللي هي تتحط تحت بند الادمنستريشن. اوقات كمان بيبقى في جزء employee engagement او ان الموظف يبقى حاسس بالانتماء للمكان ده. اوقات بيبقى تحت الامبريلا بتاعت الفاسيلتي ادمنستريشن. فايتس اول اباوت ان الموظف يبقى مستريح ومبسوط وقادر يبقى قاعد في مكان عارف يعمل فيه شغله بشكل كويس regardless هو بقى ايه شغله ده، ايه ايا كان طبيعه شغله يعني. ازاي قدرتي ان انت تلاقي وقت لنفسك؟ وازاي قدرتي ان انت تيجي تحضري كلاسز البالي دانسينج؟ اوكي هو يعني الشغل اللي بشكل جدي زي ما انت بتقولي بعد شويه اوقات بتحسي ان انت محتاجه اللي هو تبقى ايه كأن بوهيمي يفعل ما يحلو له. فانا عايزه اطلع من الفريم دون وابقى حاسه ان انا فري بشكل تاني. ازاي لقيت وقت؟ لا لما بتبقي تحت البريشر ده you have to find time يعني you find time on your own. بتتصرفي اللي هو في الوقت ده مثلا ده وقت التمرين بتاع الولاد، فانا هوديهم التمرين وابقى فاضيه الساعه دي علشان يعني عشان خاطري انا، عشان انا اعمل حاجه انا بحبها او هتخليني حاسه ان انا احسن او كده. فاللي هو لازم بتصرف علشان الاقي وقت لده. ولا هو ده ريفلكشن طبيعي لان لما نبقى اللي هو corporate people بقى و 9 to 5 وكده، لا في اوقات اللي هو لا انا مش عايزه ابقى مش عايزه الاطار ده، انا عايزه اطار مختلف اقدر ابقى حاسه فيه بحريه اكبر. حلو قوي. طب قولي لي ايه اللي لقيتيه في الكورس؟ لا اتبسطت فيه بصراحة قوي. حلو قوي. هو definitely في positive energy فظيعة during الوقت بتاع الكورس نفسه أو السيشن. يس. وبصراحة يعني أنا when I joined كنت في أول سيشن كنت يعني شوية بقى متاخدة كده ومتوترة وبتاع أول مثلا ربع ساعة ولا حاجة. بس الفايب بقى بتاعتك في الأول وبرضو الناس اللي هو محدش حاسس إنه مش عايز مثلا عايزة حد يبص لي او مش مكسوفه او مش عارفه ايه. لا people were very friendly. فلا في ربع ساعه او نص ساعه خلاص ما بقاش عندي التوتر ده وخلاص بقيت excited لكل سيشن من السيشنز بعد كده اللي انا عارفه ان انا هروح هتبسط يعني. حلو قوي. كنتي بتحضري ستريتش وكل الكلاس كله ولا ما كنتيش بتحضري؟ يس لا كنت بحضر. حلو قوي. حسيتي بفرق في جسمك بعد الاسترتشات والفلكسبيليتي اللي كانت موجوده؟ 100%. ساعه الكورس بتاعك كان فيه باليه ولا كان فين يوجا ولا كان فيه فلكسبيليتي؟ كان يوجا. كان الاثنين يوجا. اوكي. كنتي قبل كده كنتي بتلعبي يوجا ولا لا ما كنتش؟ كانت اول مره. الله. طب ايه وجهة نظرك بقى بيها؟ لا وجهة نظري والله اتغيرت خالص. يعني كنت دايما واخده اليوجا اللي هو بجو اللي هو الافيهات بتاعت اللي احنا نعمل كده ونعمل أيوة كده وكده والمديتيشن. اي ثينك اسمها ين يوجا. لا دي كانت مختلفه. لا اي انجويد ات يعني بيج تايم. بالعكس يعني كمان اللي هو لا كنت بستناها في كل مره بعد السيشن because it's يعني very relaxing ومايند سوذينج كده. هي لطيفه قوي. طب حلو جدا. فاصله برضو مختلفه عن باقي اللي هو الريتم بتاع اليوم. لو هنتكلم عن التنظيم في حياتك، في التنظيم في وقتك، يعني احنا لما نقول شغلك هو تنظيم ازاي ان يبقى الموظف في المكان الصحي واللي يقدم فيه كل حاجة كويسة وكل حاجة مريحة. انت قدرتي بقى تعملي ده في حياتك ازاي في الإدارة بحيث ان احنا لما نديكي مثل ان انت تقولي مثل عن نفسك الناس تبدأ تفهم ايه ده انا ممكن انا كمان ادير حياتي بشكل لطيف. لان في ناس مش عارفة تدير حياتها.
في وسط الشغل يعني مش كمان. عارفه الاجابه اللي انا هقولها دي relevant ولا لا. بس اوقات علشان نحط لنفسنا نظام بنبقى محتاجين ان احنا مش هقول نزود المسؤوليات بتاعتنا، بس اللي هو ايه يعني لا put some مش burden برضو، بس هي responsibility. put some responsibility on your shoulder. فلو انا اللي هو بصحى كل يوم في الميعاد اللي يريحني وبروح الشغل في الميعاد اللي يريحني مثلا، ويومي ماشي زي ما انا متخيله ان انا عايزه، بلاقي نفسي ان انا في الاخر ضيعت وقت كتير جدا وزيرو productivity. while ان لما ببقى ورايا كذا حاجه في اليوم for example عشان خاطر اجي السيشن بتاعك، فكان معناه ان انا لازم اروح الشغل في ميعادي عشان اعرف امشي في ميعادي، عشان اعرف الحق السيشن بتاعك، لان انا برجع مثلا من التجمع ل 6 اكتوبر. فانا بنتكلم في ساعة ونص تقريبا. لو انا اتدلعت الصبح شوية او اتدلعت اخر اليوم شوية ده معناه ان انا هوصل السيشن متأخرة، وبالتالي هيترتب عليه كل حاجة هتتأخر. يعني كل حاجة هتبقى اللي هو شفتد مثلا ربع ساعة او نص ساعة او الدلع اللي انا اتدلعته في خلال اليوم. فعشان خاطر في يعني حاجات كتير مفروض ان انا اعملها او productivity لازم تطلع من يومي، فبضطر ان انا احط بلان واستيك تو ذا بلان علشان اعرف اعمل كل ده. فانا مش متاكده ده relevant للسؤال قوي ولا لا، بس اتليست انا بعمل كده. يعني انا لا هو الالتزام كمان، الالتزام ان انت تحضري. يعني انا لما لسه بسالك دلوقتي انت غبتي كام كلاس في الكورس؟ هم 2. فده معنى ذلك ان انت التزمتي. يعني لما احنا بنقول ان احنا الكورس 7 أسابيع 13 مره، فحلو قوي. يعني انت 11 كلاس ما شاء الله حضرتيهم، فده حلو قوي الالتزام نفسه. ايوه بالظبط. بتعملي حاجه انت مش you're not enjoying، وفيلم بتبقي رايحه حاجه you are already enjoying. فانا لا انا عايزه اروح، انا عايزه ما اغيبش، انا عايزه اوصل بدري. انا اصلا يعني usually دايما متاخره على كل حاجه في حياتي. يعني الحاجه الوحيده اللي كنت بوصلها بدري كان حلو قوي. يعني انا واصله على ميعاد ربع ساعه بدري ليه؟ ما بيحصلش في اي ظروف في الحياه يعني. ده كويس جدا. ده يعني تطور رهيب وفظيع. يعني as much as we enjoy what we're doing بنبقى اللي هو مش بنتكاسل واحنا بنعمله او احنا عايزين نروح له او كده. ايه الاكتيفيتيز الثانيه اللي انت دخلتيها في حياتك حسيتي ان هي كمان كانت اديتك هاف فن برضه؟ بصراحة لا nothing as belly dancing. يعني أنا بجد لأن أنا يعني مثلا currently دلوقتي أنا ببراكتس سباحة بس حلو. يعني هو بشكل professional يعني. كويس. غطس وحاجات كده؟ لا ده لسه في الأول بس هو يعني احنا رايحين في السكة دي إن شاء الله. حلو جدا. it's enjoyable ومهمة للجسم وللعضلات وللرقبة وهايلة جدا. بس positive energy nothing compared to belly dancing بصراحة. اوكي حلو قوي. هل حسيتي في فرق في شخصيتك قبل وبعد الكورس؟ يعني شوية فكرة انه اللي هو ايه مش معنى ان انا مش بعرف اعمل الحاجة دي 100% ان انا ما اعملهاش خالص. لا انا عادي ممكن ابقى بعملها 30% 40% and I enjoy it and I'm okay with that. اللي هو انا مش حد بيعمل لي ريتنج مثلا او كده. فلا I learned to enjoy الحاجة اللي انا بحبها من غير ما ابقى خايفة او مكسوفة ان انا مش بعملها صح 100%. اوكي حلو قوي. طيب لو حد مكسوف او مع يعني ممكن نقول ايه مذبذب ان هو يجي يرقص، ممكن تقول لها ايه؟ I think ممكن عشان بيبقى في ناس كتير اللي هو بتفكر في البالي دانسينج اللي هو it's belly dancing وبتاع. فلا هو بيحرك العضلات حلو جدا. في positive energy بتطلع during السيشن وبعدها حلوة جدا. ممكن تبقى much enjoyable عن أي activity تانية. لأن مثلا some people أو ناس كتير بيروحوا الجيم وهم برضو they're not enjoying. أنا واحدة منهم ما بحبش الجيم اللي هو الماشينز والتريد ميل وبتاع. لكن أنا بالنسبة لي ده أنا هو فيها حركة للعضلات وفيها إن أنتي نفسك بيبقى احسن انك بتعملي مجهود اوريدي وكده. فلا ممكن تانفستوا او تتجهوا للبالي دانسينج لانه في برضو فيزيكال اكتيفيتي وماسل اكتيفيتي مش قليله. فممكن ده ستيل حاجه رايحه في حته ان احنا ناخد بالنا من جسمنا ومن صحتنا وكل الكلام ده. طبيعه كشغلك في البوزيشن بتاعك ان هي بتخلي ان ماسكولين انرجي عندك تعلى قوي. فانت دلوقتي عشان تحافظي على الفيمينين انرجي ان هي تطلع ايه؟ اوكي يعني usually ما بحبش اقول كده بس هو طبعا هو ليه impact شويه because لو انت you're leading people فانت لازم تبقي
acting as a leader اللي هو أنا I don't يعني I'm leading everyone maybe ناس أكبر مني maybe ناس يعني ثقافات تانية رجالة وستات and so on. فلا لازم بيبقى فيه اللي هو الاتيتيود اللي هو المناسب so you can control and you can do your job. ده من الحاجات اللي انا زي ما قلت لك في الاول اللي خلتني اللي هو لا I want to بقى to feel the feminine side and work on it او release it شويه في حاجه زي البالي دانسينج لانه الشغل بيخلينا نبقى straight قوي straight قوي and so on. ما بتقدريش ان انت يعني في part فيكي ما بيقدرش ان هو يعني express itself في جوانب حياتك يعني even حتى البارت بتاع يعني being a mom أو so on فهو still برضو بنحط نظام بنحط قوانين لا ده الحاجات دي كلها اللي دفعت إنه لا عايزة أروح في حتة أنا ما بقاش فيها بالمسؤوليات دي لا وباللي هو إيه الفريم في فريم أنا بتحرك في جواه لا أنا عايزة أطلع برا الفريم ده. حلو قوي. طيب لو قلنا بالي دانسينج الرقص الشرقي وهتحطيها في جملة ممكن تقولي لي نبدأ باللي هو الرقص الشرقي ايه الجملة اللي تقدري تقوليها؟ يعني الرقص الشرقي حاجة يعني very 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 Egyptian and very genuine and very related to our roots. فيا جماعة be proud of it and learn it. هي حاجة حلوة. الله we shouldn't be ashamed of it خالص بصراحة. الله حلو قوي قوي بجد الجملة دي لأن بيبقى في ناس كتير قوي بتيجي في ستات كتير قوي بتيجي بتبقى مكسوفة ان هي تقول لأهلها أو لجوزها أو لأي حد يتعرفوا أنا بروح أرقص تقول أنا بروح ألعب رياضة. طب هي مكسوفة من كلمة أنا رايحة أرقص. هل أنتي كنتي حاسة بدي ولا ما مش موضوع مكسوفة بس على قد ما موضوع اللي هو it will raise a lot of questions اللي هو أنا رايحة ألعب يوجا أنا كده أنا كنت بلعب يوجا فعلا بالظبط بس يعني بتريحي نفسك الأسئلة ساعات بتبقى كتير وحقيقي في أسئلة بتبقى غريبة اللي هو إيه اللي هو يعني أجان برضو الناس شوية بيحطونا في قوالب معينة فاللي هو إيه ده أنتي كذا أنا عادي على فكرة في الغريب بالظبط فأوقات يعني كتير بتختاري إن أنتي تريحي دماغك وخلاص بس لا يعني at least the close people and so on لا دول اللي هم كانوا مبسوطين وبيشجعوني وبيشوفوا اللي هو شايفين الإمباكت بتاعه عليا فاللي هو لا keep it up keep going and so on لا والبنات لما بيطلع بيبقى مبسوط وفرحان فده بيأثر على البيئة اللي حواليه والناس اللي معاكي في البيت وحاسين ايه ده انت راجعه سعيدة فانت بتضحكي فانت بتهزري فايه ده انت مبسوطة خليكي مبسوطة ايه اللي بتعمليه keep doing it بالظبط. قولي لي ايه الحركة اللي كنت شايفاها صعبة في الرقص ومش هتيجي وايه ولقيتيها سهلة؟ الرعشة رعشة دي أول حركة أنا ببتدي بيها على فكرة يا جماعة أول حركة رعشة من ركبي يعني لو أنا بالنسبة لي اللي هو إحنا اللي بنبدأ بدي اللي بنبدأ بالحاجة الصعبة دي بس هي دي طلعت بعد كده هي أكتر حاجة أنا يعني بقيت عارفة أعملها كويس جدا فيعني لو اتبسطت إن أنا I finally لا I'm doing it بسهولة طب كده تمام خلاص. قولي بقى إيه الرقصة اللي أنتي بتحبيها؟ سامية جمال. فراشة. she's a real artist يعني هي فنانة فعلا حقيقي يعني عندها feeling you can see it وهي بتتحرك. لا وكانت very feminine والحركة سهلة حقيقي فراشة طبعا. thank you ميرسي جدا الحديث يجنن معاكي اتبسطت قوي انا كمان ومبسوطة قوي بيكي ومستنياكي طبعا تكملي بقية الكورس اللي هو بقى بري انترميديت وادفانس وهوبا بقى مستنياكي انا هاجي اكيد بس اهم حاجه مستنياكي يوم الثلاث تيجي تاخدي 2 كلاسز بتوعك ده اهم حاجه هاجي برضه لا مش هسيبهم مستنياكي ايوه مش هتيجي تسيبيهم ايوه ثانك يو ميرسي جدا ميرسي